ما هي ميغا وكل لعيب يطلع في اي برنامج يهق علينا واحنا نسكت. احنا بعد كده مش هنسكت. مش مصدقني؟ يلا نتابع الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مبدئيا كده صلي على النبي ورمضان كريم. اشترك في القناه، فعل الجرس وتابعني. من 3 ايام طلع الكابتن امام عاشور، اللي بالمناسبه الف سلامه عليه. والله هو مش شاغلني اصلا، راح الاهلي، راح بيراميدز، راح مانشستر يونايتد، ولا في دماغي. وطبعا الكابتن الجميل طلع مع رامز في برنامج المقالب المتفق عليه، وانا بقول لكم متفق عليه على مسؤوليتي. فرامز بيقول له حاجه مهمه قوي قوي. بيقول له ايه بقى؟ بيقول له انا يا ابني جبتك السنه اللي فاتت وقلت لك انت رايح الاهلي وانت انكرت، ودينا السنه دي شفناك في الاهلي. قام رد عليه امام عاشور وقال له يا كابتن ما انا كنت بقول لك كده عشان خاطر الموضوع يتم. اقفش هنا يا معلم. مجلس اداره نادي الزمالك المفروض ده مجلس اداره محترم، واحنا بنتوسم فيك خير انك تجيب لنا حقنا، ما تسمعناش الكلام اللي احنا عايزين نسمعه بس ما تنفذش. طيب ايه بقى الخطوه وايه الفضيحه في الموضوع؟ يا مجلس اداره نادي الزمالك احنا عايزينكم تاخدوا اجراء قانوني ضد اللاعب وضد النادي الاهلي. اللاعب طلع في برنامج بيتفرج عليه كل المصريين وكل الوطن العربي، بيعترف اعتراف مصور، بيقول ان كان في مفاوضات من السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي. انا اعتقد مفيش اي بيدج، مفيش اي يوتيوبر زملكاوي اتكلم في الموضوع دوت، حتى مجلس الاداره ما طلعش اي بيان بالموضوع دوت. يا باشا انت تاخد الفيديو وتعمل مذكره قانونيه للفيفا تقول لهم ان انا كان عندي لعيب السنه اللي فاتت على ذمتي وفي فتره الحمايه بتاعتي، واعترف اهو ان كان في مفاوضات. خد ضده اجراء قانوني. حد هيطلع يقول لي ايه يا عم ده هو كده كده بيطبل وجمهور الاهلي بيحب الحاجات دي والكلام ده ما حصلش. حلو كلامك جميل يا باشا، اعمل ده. خد خطوه قانونيه بحيث ان مفيش بعد كده لاعب يطلع يهق على الزمالك ويقول لك ان انا جامد وان انا كنت بتفاوض مع الاهلي، او ساعتها بقى مجلس اداره الاهلي لما يطلع لعيب في برنامج يقول له اوعى تجيب سيره الزمالك. ليه؟ لان عندنا مجلس اداره محترم بياخد حقنا قانونيا. انا لما ارفض فيديو بمذكره للفيفا واقول لهم ان في لعيب عندي كان عندي وبيعترف اهو في برنامج انه كان بيتفاوض مع الاهلي في فتره الحمايه اللي هو على ذمتي فيها عقوبه. دي فيها عقوبه كبيره. او على الاقل لو الاهلي واللعيب طلعوا من الموضوع ده براءه، اي لعيب بعد كده يطلع في اي برنامج هيشد بلاستر يقول لك لا يا عم ده مجلس اداره غير اللي قبل كده. اللي قبل كده كان بيعمل حاجه اسمها تفريغ طاقه الشعب او تفريغ طاقه جمهور الزمالك. ما انا راجل دارس اعلام وفاهم. كان بيطلع لنا قبل كده مرتضى بيه منصور يقول الكلام اللي احنا عايزين نسمعه، لكن تنفيذ ما ينفذش. هو يقول لك انا بص عليا الطلبات ومش عارف ايه ما هسكت وهعمل وهسوي. طب احنا خدنا حقوقنا ايام مرتضى منصور؟ لا، كان هو بيقول لك الكلام اللي انت عايز تسمعه بس لكن ما ينفذش. زي بالظبط موضوع فاكرين منتخب مصر لما كان بيتغلب مثلا من غانا 6-1، طلع بعدها قال لك ايه الماتش هيتعاد. اصل هم كانوا واخدين منشطات واللي وانت تسمع تهدى وتقوم قال ايه الماتش هيتعاد. مفيش ماتش هيتعاد ولا اي نيله. الكارثه الثانيه ماتش الجزائر لو تفتكر، او قبل كده كان ماتش الجزائر في السودان. اتغلبنا وقال لك بس الماتش هيتعاد وكان في سياجين وانت تقعد تستنى يا عيني وتفرغ طاقتك وفي الاخر تاخد الايه الصابونه. ماتش السنغال اللي فات كابتن فرج عامر يطلع يقول لك على مسؤوليتي الماتش هيتعاد، ماتش مصر والسنغال هيتعاد ومفيش السنغال هتوصل كاس العالم، وهوب قاعدين نستنى او انتوا قاعدين تستنوا. انا فاهم ان مفيش اصلا اي حاجه خلاص قضي الامر، لكن قاعدين تستنوا ان ماتش مصر والسنغال يتعاد واصلا السنغال دخلت كاس العالم واتغلبت اول ماتش وهتخرج او خرجت وانت قاعد بتستنى ان الماتش يتعاد. فانا بكلمكم اهو عشان بفهمكم ان انا راجل زملكاوي. مجلس اداره الزمالك لو ما اخدش خطوه قانونيه في اللي بيحصل ده يبقى بالظبط احنا بنعيد سيناريو مجلس اداره مرتضى منصور. انا عايز مجلس اداره قوي مش خش وقش، انا ما بساندش حد غير الزمالك وما بقبضش من حد عشان حد يقول لك ايه ده كان بيشتم في مرتضى منصور او بيهاجم مرتضى منصور عشان خاطر هو ليه مصلحه مع حسين لبيب. اهي جت في عبك يا معلم اهو. يا كابتن حسين لبيب بعد اذنك انت ومجلس الاداره تاخدوا خطوه قانونيه ضد اللاعب. مفيش يوتيوبر في مصر قال الكلام دوت. ليه؟ عشان انا زملكاوي وبحب الزمالك بس ما بقبضش من حد. انا مصلحتي الاولى والاخيره في الحياه ديت ارضي ربنا، ارضي اهلي، احب الزمالك واتكلم. بص والله
لو ابويا رئيس مجلس اداره نادي الزمالك وحصل ده، لو كنت دخلت له المكتب قلت له يا باشا حصل كذا 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 كذا، لازم تعمل كده. ما عملش هعمل فيديوهات وهاجمه لو ابويا. فلازم ناخد حقوقنا. مجلس اداره قوي مش مجلس اداره خش وقش. انا مش عايز اسمع كلام من غير تنفيذ، انا عايز مجلس اداره ينفذ اللي انا عايزه. لو عجبك الفيديو ارزعني لايك وشير الفيديو. انا عايز الفيديو ده ينتشر عشان دي فضيحه، والله العظيم فضيحه. الاهلي امام عاشور لو حصل ده واثبتوا ده، وقف قيد، وقف قيد، بلاش وقف قيد. هيبقى فيه حكمه بعد كده من اي لاعب يطلع في اي برنامج يهق على الزمالك يقول لك لا يا عم يا عم، ده عندهم مجلس اداره معاه ورقه وقلم بيكتب كل حاجه وبياخد اجراءات قانونيه. ابعد عنه، البعد عنهم غنيمه. ما نبقاش احنا ماده سهله للاعلام. خلصت الكلام؟ اشترك في القناه، فعل الجرس، وسلام عليكم.